جودة التعليم في مصر مش أحسن حاجة، صحيح إننا سابقين غينيا بس برضه مش أحسن حاجة، وكل وزير تعليم بيجي بيجرب حاجة جديدة، في اللي خلى الثانوية العامة 3 سنين، وفي اللي خلاها سنتين، وفي اللي خلاها سنة واحدة، ويجي غيره يرجعها وغيره يرجعها تاني، المهم تحس إنه في لخبطة وإنهم بيجربوا فينا، وتابلت وأونلاين بسيستم واقع ونت بيفصل. قناة برتقان بنجيب المفيد. لحد ما وزير التعليم الجديد قرر انه يلغي مواد دراسية من المجموع كانت مهمة زمان. الطلاب هيدرسوا 6 مواد بس بدل 10. مادة زي اللغة الأجنبية التانية اللي هي في الغالب بتكون فرنسي اتشالت من المجموع، وهيضم مواد مع بعض زي الكيمياء والفيزياء في مادة اسمها العلوم المتكاملة لأولى ثانوي، وزيادة مدة الحصة وتقليل عدد الطلبة في الفصل. المهم حيتان الفرنساوي وتنانين الكيمياء دلوقتي فجأة ما بقوش يقدروا يدوا دروس خصوصية. المفروض طبعا ان الدروس الخصوصية ممنوعة منذ فجر التاريخ، بس دلوقتي المواد دي بقى محدش هيكون مهتم يدرسها، لان زي ما انت عارف اهم حاجة في الثانوية العامة المجموع. لأول مرة مدرسين دروس خصوصية بقوا بيطلعوا يعيطوا على السوشيال ميديا علشان المصلحة وقفت. السوشيال ميديا كلها منهارة على مدرسين الفرنساوي والفيزياء وانهم دلوقتي مش هيلاقوا شغل، رغم انهم مدرسين عادي وعندهم وظائف في المدارس، بس كتير منهم مستقيل ومتفرغ للتدريس الخاص، وكمان اكيد مرتباتها مش هتكون زي المدارس الخاصة اللي كانوا فاتحينها في سناتر الدروس الخصوصية. بس بص نص الكوباية المليان، دلوقتي هيشرحوا في الفصل كل حاجة، اما بالنسبة للوظيفة فممكن يتعلموا برمجة. انا مش عارف اقرر ده قرار حلو ولا قرار وحش، بس انا واحد من الناس كنت زمان بتمنى ادرس مواد معينة ومشغلش نفسي بمواد تانية مش حاببها وشايفها مش هتفيدني. اقصد اقول لو انت بتحب اللغات فانت هتدرس فرنساوي عادي، ولو ما بتحبش هتدرسه برضه، بس مش هيحدد مستقبلك. كام واحد فينا كان شاطر ومجتهد في الرياضيات مثلا وبيحبها، بس مالوش قوي في الكيمياء او الفرنسي وما دخلش الكلية اللي عاوزها بسببهم. طبعا مش بقول القرار ده صح ولا غلط، بس الاكيد الصح هو ان الطالب ياخد فكرة عن كل حاجة، بس في السنين اللي هتحدد مستقبله لازم يدرس اللي هو عاوزه وبيحبه بس علشان يتميز فيه، وده القرار اللي ما صدرش لسه ومستنيينه من سنين طويلة ولسه ما اتحققش. جدير بالذكر ان رغم تدهور نظام التعليم في مصر وتطوره في دول كتير جنبنا، الا انك بسهولة هتلاحظ تميز العناصر البشرية المصرية في الدول التانية زي الخليج وغيرها، وقد ايه بيكونوا متميزين وشاطرين، ومحدش عارف ده سببه ايه او بيحصل ازاي. لو تعرف السبب قول لنا في الكومنتات، وشاركنا برأيك في القرارات الجديدة، وهل ممكن يتراجع عنها الوزير بسبب ضغط المدرسين وعياطهم على السوشيال ميديا. وما تنساش تشارك الفيديو مع مدرس الفرنساوي اللي كنت بتحبه. سلام. قناة برتقان بنجيب المفيد.